عندكم بواقي مكرونه في التلاجة فايضه من اكله او حاجه، هاتوها وتعالوا نعمل بيها احلى حلا سهل وسريع وكمان في الخلاط، يعني مش هياخد منكم وقت. يلا كده نقول بسم الله. كان عندي كده بواقي مكرونه كانت عندي في التلاجة من طبخه او من كشري، ابتديت ان انا احطهم عندي في كيس تلاجة واحطهم عندي في الفريزر، وبعد كده ابتديت ان انا اطلعه واعمل الوصفه دي. حطيته في شفشق الخلاط بعد ما فك عندي من التلج، وضفت عليه لتر من الحليب، وحطيت كمان نص كوبايه من جوز الهند الناعم، وكمان كوبايه من السكر. ممكن تضيفي سكر اكتر من كده على حسب الرغبه، وكمان كيس فانيليا. ضربتهم عندي في الخلاط زي ما انتم شايفين، وبعد كده حطيتهم في بوله وحطيت عليهم معلقه سمنه بلدي او سمنه عاديه على حسب الرغبه او الموجود عندك. وبعد كده ضفت جنب كده نص كوبايه من الميه، معلقتين من النشا، وضفتهم على الخليط بالشكل ده مع التقليب المستمر على نار متوسطه لحد ما القوام يتقل معايا، ويبتدي كده يغلي معايا القوام وهيتقل معاكي وانتي بتقلبي كده زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بكون محضره صينيه 30 في 40، بكون دهناها كويس زبده دهنيه او سمنه بالشكل ده، وضفت عندي الخليط وسبته لحد لما يبرد تماما تماما. وبعد كده ضفت فوق الوش كده سمنه، ودخلته عندي في الفرن عندي لتحت في الرف اللي من تحت كده على درجه حراره 180 لمده 10 دقائق لحد لما يحمر كده من الحروف. وبعد كده ولعت عندي الشوايه فوقيه كده لحد لما اداني اللون الذهبي ده. اول ما بيطلع وهي سخنه ببتدي ان انا اقطعها وارش فوقيها كده رشه من جوز الهند. عايزه اقول لكم وهي سخنه بيبقى طعمها حلو قوي، اما بتبرد كده ممكن تحطيها في التلاجة تتمسك شويه، هتبصي تلاقيها طلعت معاكي القطعه بقطعتها كده، قدميها لضيوفك هتشرفك قدام ضيوفك قوي. يا رب النهارده تكون الفيديو عجبكم، هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله والسلام عليكم.